اللي انا هقوله ده مش هزار، بس هو حقيقة وخطر بجد. تعملوا اشتراك وتشيروا الفيديو على قد ما تقدروا عشان تفيدوا غيركم. اللي ما يتسموش ضربوا ايران، الحرب بدأت. ايه اللي حصل؟ بداية الهجوم يوم 13 يونيو 2025. اللي ما يتسموش شنوا عملية عسكرية ضخمة على ايران اسمها عملية اسد الزمان. استهدفوا مواقع نووية وعسكرية مهمة زي منشأة نطنز، ويا رب اكون بقولها صح. وفي ناس قالت ان في قادة ايرانيين كبار وعلماء نوويين ماتوا. اتنين، رد ايران مسكتتش اكيد، يعني عمرها ما تسكت، وردت بسرعة باكتر من 100 طيارة مسيرة هجومية على اهداف داخل الكيان. يا رب اكون برضو بقولها صح. الدفاعات الجوية اعترضت اغلبهم بسبب في صواريخ وقعت في الجنوب، ايوه وقعت في الجنوب. يا ريت تعمل اشتراك ولايك لحد دلوقتي، ويلا بينا نكمل. ايران قالت انها لسه هترد اكتر وان اللي جاي اقوى. 3، الوضع دلوقتي. اسرائيل اللي هي اصلا ما يتسموش ولا حتى اسمها اسرائيل، اعلنت حالة طوارئ قسوة جدا، وقفلوا المجال الجوي. امريكا قالت انها مش شاركت، لكن عندها قوات في الخليج بتستعد لاي تطورات. الدول كلها بتتابع، والناس خايفة تحصل حرب اقليمية كبيرة، واحنا كلنا خايفين لحد دلوقتي. طب السؤال بقى، بعد كل ده ليه حصل كده اصلا؟ في توتر من زمان بين طرفين بسبب برنامج ايران النووي. الكيان خايف ايران تعمل قنبلة نووية، وفي الفترة الاخيرة ايران كانت بتقرب توصل لسلاح نووي. في كيان قرر يضربها قبل ما تكمل. انا رأيي كبودي جيمنج، الوضع خطر جدا، بس لسه مش حرب عالمية. دي اكبر مواجهة بين ايران واللي ما يتسموش. الايام جاية هتتحدى، يا اما تهدأ يا اما النار هتشتغل اكتر. ولا بقى هنقول شوية معلومات في خبر هز شرق الاوسط في يوم 13 يونيو. واللي انا قلت ده، ويا رب اكون المعلومه فاتكم. ولو عايزين تسالوا في اي حاجه قولولي، ويا رب الحرب دي تعدي على خير، وايران تكسب واسرائيل تخسر. ويا رب ينصر اخواتنا برضو الايران. وطبعا فاكرين اللي حصل في الدولة الفارسية، طبعا فاكرين. فايران شكلها هتعمل برضو كده في اللي ما يتسموش. ويلا اشوفكم في حلقة جديدة مع بودي جيمنج. يلا، بحبكم قوي، سلام.